السلام عليكم. بصوا بقى، انا حبيتك اجي اتكلم معاكم عن حماتي الله يرحمها. انا حماتي كانت ست طيبه الى اقصى درجه تتخيلوها. كانت طيبه، كانت اشبه بالملائكه. كانت حاجه كده حلوه بره وجوه. في الملامح كانت، وعايزه اقول لكم زي القمر. البياض، عارفين هي كانت فلاحه. الوش الفلاحي البيور ده، القمر الجمالي اللي هو الفلاحي. الوش الابيض في احمر ده، العينون اللبني. يعني كانت تضرب اكبر نجوم هوليود على عينهم في الجمال. الله يرحمها يا رب. كانت ست طيبه جدا جدا جدا. ما تعرفش اي حاجه في الدنيا دي عن العالم كله غير انها تقوم من النوم تشوف طلبات بيتها وتصلي وتعمل اكلها وشربها وتقعد تتفرج على التلفزيون. بس ما لهاش اي علاقه باي حاجه تاني. كانت تتفرج على التلفزيون. كنت انا بروح لها على طول، جد على طول، لان انا ساكنه قبلها بشارعين. كنت رايحه السوق اعدي عليها عايزه حاجه، اجيب لك حاجه واروح اقعد معاها. وزي مامي قالت لي بالظبط، حماتك يعني امك. يعني زي ما تراضيها تراضيكي، زي ما تحبيها هتحبيك. وده اللي انا عملته. حماتي كانت بتتعامل مع كل حاجة بتلقائية وفطرة غريبة الشكل. يعني مثلا اما يكون حد سخن، هي تعرف ان ده علاجه البرشامة وكوباية الشاي وتكلفت ونام. هو ده بالنسبة لها العلاج. حد قاعد متضايق وقرفان، لا، ده انت محسود. تروح جايبة ورقة وقصاها وتعمل له عروسة. ان القص سرح معاها والعروسة طلعت رفيعة، يبقى انت اللي حاسداك واحدة رفيعة. المقص عمل وطلعت القصه واحده تخينه شويه، يبقى انت محسود من واحده تخينه. وتمسك بقى العروسه بقى وتروح ماسكاها وتجيب اسامينا كلنا. وعين تنخرق وعين تنحرق التو. عين تنخرق وعين تنحرق التو كده. وتروح مولعاها وعامله كده حكه الورقه بعد ما تولع كده وبالهباب، وتلطع على الوش. طبعا انا حصل لي من الموضوع دوت كتير، لان انا اعترف ان انا كانت بتحبني جدا. الله يرحمها الله يرحمها. وكان كل نافذة بتاعتها على العالم التلفزيون. تتفرج على فيلم نكد تقعد تعيط لما عينها تورم. تتفرج على فيلم بيضحك تزقطط تزقطط كده، وكأنها مقتنعة ان ده العالم الحقيقي. اقنعها بقى ان ده تمثيل، لا يا ستي، ده كل دي حواديته تمثيل ابدا. وكانت بتحب الفنانة وداد حمدي جدا. مش بتحبها لانها فنانه، لا لا لا، دي كانت صعبانه عليها. كان كل اللي في دماغها ان وداد حمدي ديت ست شغاله خدامه وشقيانه. بس هو ده اللي كان في دماغها. فانا بقى لاجل حظي قعدت حكيت لها ان وداد حمدي اتقتلت. اول حاجه زعلت مني قوي، وقالت لي بتكدبي عليا ليه، ده انا لسه شايفاها. يا ستي ابدا والله. المهم قعدت حكيت لها، قعدت تعيط وبصوا، يعني قعدت من البلدي بتاعنا كده، قعدت تندب. ليه؟ هي مقتنعه ان دي ست شقيانه. تقول لي دي غلبانه يعملوا فيها كده ليه، دي شقيانه على اكل عيشها. اقنعها انه تمثيل ابدا. لغايه لما جوزي الله يرحمه قال لي انت ليه قلت لها الموضوع ده، امي هتقعد تعيط ومش بعيد تلبس اسود. تخيلوا، بص قد ايه الطيبه وقد ايه النقاء اللي جوه النفس كده. حد نقي الى اقصى حد. انا ما شفتش حد كده. وبعدين كنت ايه، اروح مثلا ايه، اعدي عليه. انا كنت بروح لها عشان ايه، كل يوم كل يومين اعدي عليه. لو في يوم عندي غسيل ولا حاجه واتلخمت وما روحتش، تبعت تسال عليا. فانا كنت ايه، انا عايزه اقول لكم ان انا بحبها وبترحم عليها للان، وبفتكر كل الحاجات اللي كانت بتعملها. كانت تعرف ان انا بحب البطاطس. انا بحب البطاطس بكل اشكالها. يعني مهروسه، صينيه، محمره، انا بعشقها. غرقوني في البطاطس ومش هجيب سيره اللحمه. فقعدت بقى ايه، تقوم اخش من باب الشقه تقول لي خدي يا بنت، خدي خدي، ده انا عامله بطاطس ايه زبده. حتى لو كنت واكله، فرحتها بيا وبالمقابله دي بتخليني اقول لها اكل معاكي واقعد. اخش الاقيها شايله لي في الدولاب برتقانه، موزه، مش عارف ايه. في ايه، ما انا واجده في بيتنا. لا النبي ما حد ياكلهم الا انت. اسمعي اللي بقولك عليه، كلي دي. حاضر حاضر، وهاكل اللي انت عايزاه. وكنت ببقى طايره وفرحانه بيها جدا. تروح ندهالي لي مثلا ايه، تدخلني على المطبخ كده، ايه سر بقى في بينا سر، وداخله تقوله لي في المطبخ. ادخل، في ايه؟ تروح فاتحه البوتاجاز الاقيها مخبيه طبقين مركباهم فوق بعض كده، وفي قلب الطبق ده حته لحمه حته فرخه انا ورزقي.
كلي دي يا ستي، ما انا واكله وشبعانه ابدا، النبي ما حد هياكلها الا انت، كليها يا بنت واسكتي. بصوا، هي الموضوع مش في انها بتديني حاجه اكلها، بصوا قد ايه البياض والحلاوه اللي جوه بني ادمه نفسها، بياضها وحلاوتها كده، بتتعامل مع كل حاجه بالطبيعه كده. ابني الكبير كان بيروح يتفرج على الماتش هناك عند سته، كان بيحب يقعد جنبها قوي. ليه؟ كان بيقول لي انا بتفائل بيها. فهي تقعد تقول له يا واد هو انت بتحبي مين فيهم، اللي لابس ايه، عشان تشجع. هي مش مهم عندها، هي عايزه تفرح الواد باللي هو بيشجعه. يقول لها انا اللي بحب بشجع اللي لابس كذا، مش عايزه اقول عشان ما حدش يزعل. تقول له انا بشجع كذا، تبص تلاقيها قاعده بقى زي الطفل الصغيره كده. يلا يا ولا، يلا اجري اجري يا حبيبي، اجري اجري يا قلب امك، اجري بالراحه بالراحه، ما تزقوش يا واد، انت واد وحش على فكره، اوعى تزقه تاني. يلا يا ولا، يلا استنى يا حبيبي هيجيب جون دلوقتي، يا رب هيفرحك. بصوا، دي طريقتها ودي طبيعتها في الكلام، ودي طبيعتها في كل حاجه كانت بتتعامل بيها مع الناس. يعني انا كنت لما اروح ولا حاجه لو قاعده متضايقه تقول لي لا في ايه يا بنت، لا لا حد حاسدك ليه يا ستي، لا والنبي، وتروح قايمه جايبه لي العروسه اياها وتقصها وتقعد بقى ايه، عين تنخرق وعين تنفرق من فلانه، عين تهرينا تفافه، واحنا نبقى قاعدين ومبسوطين. كان ليها اخت برضو انا بحبها جدا، ربنا يديها الصحه يا رب. هما الاتنين بقى سماعهم تقيل شويه، فيقعدوا يحكوا سر. انت متخيله انا بقول لك ايه؟ اما الاتنين يبقى سامعهم تقيل وبيحكي سر، يقعدوا يقولوا الكلام يسمع كل اللي قاعدين في الشقه، وبعدين ياكدوا على بعض. اوعي تعرفي حد، عارفه ان قلتي لحد ازعل منك، اديني عارفه ان محدش يعرف غيرك. بصوا الطيبه دي تحس انها في الدم، الطيبه دي في دمهم كده. فانا كنت بالنسبه لحماتي عايزه اقول لكم البنت المدلله. اه، انا بقول كده وعارفه ان عيالها هيتغاظوا مني، وهم عارفين قوي ان هي كانت بتقعد تدعي لي وكانت بتحبني قوي قوي، وانا برضو كنت بحبها وبدعي لها لغايه النهارده، ولغايه النهارده ما بسيبهاش في الدعوه. ربنا يرحمها يا رب وينور قبرها يا رب كده، وبرضو عايزاكم تدعوا لها معايا عشان هي ست تستاهل كل خير. عرفتوا الحما لما بتحبيها وبتحبيها من قلبك وبتتعاملي معاها بطبيعتك وبتحطيها في مكان أمك، بيبقى جايلك من وراها إيه؟ كل خير، دعوة حلوة، كلمة حلوة، بتحبك من قلبها، مفيش أي حاجة، ما بتعرفش تداري أي حاجة، دي الطبيعة بالنسبة لها. العالم الخارجي كان بالنسبة لها التلفزيون ده بينقل لها كل حاجة بره، وكانت بتصدقه في أي حاجة، أي حاجة تشوفها في التلفزيون مصدقة. أنا عايزة أقول لكم احنا اصلا بلدنا جنب القناطر طبعا، وانا افتخر بلدي اسمها ضروه وانا افتخر. فكنا نيجي نسافر البلد، فهي البلد بتاعتنا ليها طريقين، هي تيجي عند طريق معين ابعد شويه تقول لي هنروح من هنا، ليه يا اما ما الطريق ده اقرب، تقول لي لا يا بنتي دوت كله جناين وشجر كده ونبقى فرحانين وماشيين بنتفسح. طب ماشي نخش من ده، حاضر. اليوم اللي اتوفت فيه انا كنت هتجنن واقول للناس والنبي دخلوها من الطريق اللي هي بتحبه، عشان هي بتحب الطريق ده، لكن الرأي ده بيبقى رأي الرجالة في الحاجات دي، فما قدرتش اتكلم، بقيت قاعدة زعلانة جدا ونفسي اقول لهم بس ساكتة. يكاد ربنا يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان الطريق اللي هي ما بتحبش تمشي فيه يبقى مقفول، في عربية موقوف واقفة وواقفة الشارع كله، نخش منين من الطريق اللي هي بتحبه؟ قلت سبحان الله، ربنا بيحبك وبيراضيك لآخر يوم في عمرك، حتى الطريق اللي انت بتحبيه ربنا ما حرمكيش منه، دخلك منه. فأنا كنت حاسة إن دي بشرة خير وختمة حلوة ليها، وربنا يحسن ختامنا كلنا يا رب ويعزنا. ولو سمحتوا لو سمحتوا لو ليا معزة عندكم عايزة أسمعكم تترحموا عليها، الله يرحمها الله يرحمها. وبقول كل بنت اتعظي من اللي انا بقوله، وحطي حماتك في عينيكي وخليها في نفس مكانة امك، والله هتبقى انت الكسبانة، انت الكسبانة، والله يرحمها الله يرحمها.